يعني بالحرب العالمية الثانية نعم. تم استخدام الحشرات، كلهم كانوا موجودين. نعم. موثق نعم. هذا الحكي دكتورة؟ نعم موثق، يبحثون ويشوفون. هذه القنابل فيها براغيث تقريبا بالملايين، يحطون فيها بايبات من الأكسجين، وتكون هذه البراغيث مصابة في الميكروبز، أو مثلا خلينا نقول الملاريا. شلون انشروا من اليابان، شروا على الصينيين بسبب هذه القنابل اللي كانت من البراغيث، وكانت هذه البراغيث مصابة في المرض وانشروها، وطبعا صار وباء عالمي. يعني حطوا البراغيث أو نعم. الحشرات داخل قنبلة مثلا. نعم. وفجروها. قنابل. نعم. بالملايين. زين ليش محتاجين إلى البراغيث؟ ليش ما يحطوا الفيروس نفسه يعني؟ ما يقدر يعيش الفيروس وهو في الوسط العادي كذي، لازم يكون في جسم حي علشان يعيش فيه. يعني لازم يدخل في جسم علشان يقدر يتكاثر ويكون اكتف ويكون living organism، ولكن كذي برا ما يقدر يعيش يعني فترة طويلة. وانتم تشوفون مثلا كورونا ما تظل فترة طويلة على الاسطح وكذي، 16 ساعة في اوقات معينة. ما يبون يسلطون، لان هذه تعتبر من الاسلحة المخفية حاليا، فأنت ما تدري شنو ممكن يوصل لك يوم من الأيام. يعني واحدة من الحشرات المرشحة أنها هي تكون ناقلة لهذه الميكروبات، لأنها تهاجر من مناطق إلى مناطق أخرى، اللي هي اللوكس ميكروب. الجرادة قصدك؟ نعم. هي اللي تنقل الحين. نعم. اللي هي المرشحة. هي مرشحة، أحد الحشرات بسبب قوتها مثلا يعني؟ لأنها لها قوة تحمل كبير، وتنتقل من مناطق إلى مناطق، هجرة عندها. فبسهولة تنقل المرض من مكان لمكان. اللي استخدموا هذه الحشرات ذاك الوقت، هل هم مثلا دكاترة في هذا المجال، أو كانوا يعني ما له علاقة كذي فكروا؟ شلون جت الفكرة أصلا؟ هم كل الأماكن اللي تكون فيها أماكن خلينا نقول العسكرية، يكون عندهم معامل خاصة لعمل هذا الأمر اللي هو الأسلحة البيولوجية. في لك تصريح بأن ممكن يوم من الأيام، أو صار ما أدري طريقة التصريح، لنا في حشرة أو في يوم من الأيام ممكن يكون أو يركب على الحشرة جهاز تجسس، صار ولا يبي يصير؟ لا، هذا الأمر صار. already هم سووا حشرات، قاموا شنو يسوون يعني. طبعا هاي المعلومة أنا ما قلتها، يعني في بعض المعلومات ما أقدر أشرحها كلها في الفيديوهات اللي أنزلها. فزرعوا في داخل الحشرة وهي في مرحلة اليرقة وهي صغيرة، قبل لا تصير حشرة كاملة، حطوا في مخها مثل جهاز. هذا الجهاز متكامل كأنه برين أو مخ، علشان بعدين يندمج مع التشيو مالت الرأس، وبعدين يقدرون يتحكمون فيها ويسوون كنترول عليها. طبعا هذه موجودة اوريدي دراسة مخلصة. الشيء الثاني إن هم قاعدين يركبون مثل شرائح في، وخاصة حشرة اللي هي البباشيرة، استخدموا فيها شرائح معينة. هذه الشرائح طبعا تكون متصلة عن طريق الكمبيوتر، يتحكمون فيها، وفيها أجهزة تقدر على ناس معينة تصور فيها كاميرا اللي هي المايكرو كاميرا تكون موجودة علشان تصور اللي يبون يصورونه. فهي أكثر شيء قاعدين يستخدمونها في عمليات التجسس، وفي يقدرون يتحكمون في مخ الحشرة، في الحشرة يحركونها يسار يمين يمين. والحين في بريموت كنترول. وفي الحين تدخل على السايت، تلقى درونز على شكل حشرة، تقدر توجهها، فيها كاميرا صغيرة أنت تشتريها وتصور. هذا يا دكتور هذا إذا جهاز بس إذا حشرة، ولكن حشرة نعم موجودة وصارت رسمي. نعم. شيء غريب.